أود الجال الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في سيفيتاس متروبوليتانو، قلعة الروخي بلانكوس الحصينة وأصعب الملاعب الإسبانية وأكثرها مشقة على الضيوف. الملعب الذي يحتضن قمة هذه الجولة السادسة عشر للليغا الإسبانية، حيث من هنا يريد الأولى في بداية هذا اللقاء، لكن سقط ديمبلي وكان هناك خطأ على عثمان، وبالتالي كرة إلى ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد. يان أوبلاك أهداف هنا في هذه القمة ما بين الفريقين، وصلت إليه الكرة مثل ما كان يحب، لكن لم يضعها ولم يسجلها في فرصة أولى خطيرة تظهر لمصلحة الباص في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة الأخيرة إلى فرانكي، وصلت إلى الجانب الأيسر، بيدري طالت عليه الكرة الماضية وتحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية التماس. تشافي، وهذه الكرة أنسو فاتي في اللقطة الماضية والتسديدة، لكن أيضا خمسهم ولمسات في ظل غياب نابهم هنا التسديدة، ولكن حارس المرمى يتصدى لكرة كريستنسن، أراد التسديدة قد تأتي من كوكي، لا هنا تمرير ومن ثم التسديدة، لكن مارك تيرشتيجن بشكل ممتاز، وصلت إلى بوسكيتس نقلة، لكن سقوط من جافي، عودة بعد ذلك عن طريق باريوس، يقطع هذه الكرة جافي إلى ديمبلي ممتازة إلى كونتي، ولكن بعيدة الكرة إلى خارج الملعب، اصطدمت في لعب فريق أتلتيكو مدريد وتحول كرة عالية، التغطية الرأسية تحضر، ما زالت رينالدو عنده كرة، ما زالت هذه الكرة، لكن في الأخير التغطية من بيدري والكرة يبدي عليها أمام كريستنسن، وهنا المرور والعرضية تأتي، ولكن كونتي في اللحظة الأخيرة بعد عرضية يورنتي. نعم بيدري من جديد، جافي عنده كرة، هذا جول الله! بعدما سيطروا ها هم يسجلون الهدف الأول. نعم البارسا وجد الطريق وسجل الهدف الأول، نعم في شباك يان أوبلاك، غياب ليفا. البارسا فرصة الثاني. يا بيدري أنت قبل لحظات قد بالهدف، ديمبلي يتقدم تمريرة إلى جافي يريد